السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات موني. اليوم ان شاء الله غنديرو هلاليات ولا كريويصات مالحين، شي بعض المملحات ديال رمضان ان شاء الله. بقاو معنا. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. انا غنحتاج واحد الكمية ديال دقيق الفرص، تقريبا درت انا شي واحد 300 غرام، واحد شويش ديال السكر، كذلك غندير خميره ديال الخبز، ما غنكثرش، مثلا واحد نص معلقه، وغندير مليحه، وعندي واحد 2 معالق كبارين ديال زيت المائده اللي بيعوضوهم بشويه الزبده يديروهم بحال بحال، ونعجن هادشي بالماء. ندير واحد ميني كرواسون ولا حاجه عاديه. ندوز دابا سمحوا لي واحد شويه ديال الخميرات الحلوه، تقريبا واحد 4 معالق شويه، هادي بحال عجينه المسمن ولكن خمره، ونعجنو بالماء الدافي. ممكن نعجنو عجينه المسمن وصافي، نخليوها تسالي عاد تزول الحشوه. بالنسبه للحشو، انا هنايا سلقت واحد شويه ديال الفيرميسيل، غنديرها مع شاركوتري، كذلك درت هنايا شامبينيون نوار. لكم الاختيار في الحشوه. الفرomage درت فرomage غابي، ودرت شويه ديال العطريه ديال الفيمي، غنضيف لها كذلك. يمكن لي نخليها هكذا كيف ما يمكن، هنا غنزيد لها حتى الخضره صوتيتها شويه، واحد شويه ديال قرعه خضراء مع الفلافل وشويه الجزر. نديرو له العطريه، راه كيف العاده دائما كديروا العطريه اللي بغيتو. نحرك هادشي مزيان، صدقوني تتجي رائعه، تعتمدوها ان شاء الله كمان بين المملحات ديال رمضان. كيف ما يمكن لكم ديروها للكوتي ولا تعشاو بها، الا كنتو معروضين غادي عند شي حد ديروها في يديكم، نتوما نمشيو بيدينا خاويين، تتجي غزاله. صنع ديالها. المهم الحشوه راه اختياريه كيف ما كنقول. انا درت هنايا لا فيمي، كيف ما ممكن ديروا شويه الدجاج كفته، تخليوها غير هكذاك، غير غير فيرميسيل مع صنع بها هي واجده. نحطها على جنب. انا مسبقا درت فيها الفرماج، ما غنعاودش ندير الفرماج. غناخذ العجينه ديال تيرات السراحات، هي تبارك الله. احنا كنصاوبوا تنشكلوا هاد مملحات ونخليهم يخمروا واحد شويه. داكشي درنا فيها الخميره. اللي بغى يدير فيها الفينو يديروا فيها، انا درت غير عاديه. عندنا هنا الاختيار، اما نشكلوا مسمنات كبارين ونقطعوهم، اولا نوض با نشكلوا صغيورين ديال الزبده بلديه، واحد معلقه كبيره. اللي بغى يدير لا ماغاين يديرها، ما باش يديرها ما يديرهاش. انا كنديري باش كنسم، غنضيف لها الزيت وغنورق بالزيت مع النشا باش تعطينا داك الفويتاج. انا درت هنايا النشا، وغنحرك هذا الخليط. الزبده غادي ندوبها ولا نخدم هكا صافي. هو الخليط ديالي واجد ديال الطبراق، ونبدا في التشكيل على بركه الله. بسم الله. غنخدمهم كبارين، نديرهم واحد 3 مسمنات كبار.
انا دهنت بشويه الزيت عاديه، ما غنديرش الدورة. هاد الخليط غنديرو غير في الداخل ونورقو عادي، استعمال عادي. قدامكم ما خليتها تسرح الحنة. باش ما ورقناها باش ما كتجي مزيانه. هنا غناخذ الخليط ندهن به مزيان. ندويها على شكل مسمن عادي. من بعد ما شكلنا هما بثلاثه غنبداو باول وحده قبل ما تسرحها. بسم الله. هكا غتجي الخدمه لان سهله على نديرو وحده بوحده، اللي بغا يدير وحده بوحده هو الاختيار. يمكننا نخدمو هكا ونخدمو على شكل محنشه كبيره. نحاولو نخدمو المستوى الاول زوج الجبال. ونديرو فيها 6. راه ديك الساعات من بعد غادي نسرحوها غترخوها. من بعد ما قطعتهم هنايا كنشكلهم، كنوزع عليهم الحشوه، تنحطها دائما في الجنب وكنلفف على شكل هلاليات كيف ما باين. راه ساهله، اللي بغى يديرهم مربعات يديرهم، اللي بغى يديرهم على شكل تيجمع لهم الجنيبات تيوليو بحال الظرف جوا ديال البرا، يديروا ماء احمر الماء هلاليه تيجيو زويونين. وكنلفهم هكذاك بحال ديك كرواسون حتى تنسالي العجينه ديالتي كامله وكنحطهم في الطاوه.
هما الشكل النهائي. نخليوهم يخمروا. من بعد ما خمروا ليا درتهم شويه ديال لادور ديال البيض ورشيت عليهم البافو ولا ديال الزنجلان ولا خليهم غير هكذا اختياري. اللي بغا يدهنهم بغاهم يبقاو غير هكذاك، ولكن الا دهنوا تيجيو مزيونين. غندخلهم الفران سخنانه مزيان. والشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا هو هذا. نتمنى ينال اعجابكم، ومع السلامه في وصفه اخرى من وصفات موني. انا هنايا هذا الشكل هذا درتو شويه درت فيه الشوكولا كيف ما باش تعرفوا بان هذه العجينه يمكن نستعملها حتى حلوه. ومع السلامه في وصفه اخرى، واحتفظوا بهذه الوصفه رمضان هذا ان شاء الله، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.